وانا قاعد متجعمز على كرسي طيارة مصر للطيران، بعتهم بيقولوا باسم مصر للطيران، عضو تحالف ستار وقائد الطائرة وطاقم الضيافة، نشكركم على اختياركم السفر معنا. هو ايه بقى الستار الاينس ده؟ يعني انا دلوقتي عندي مصر الطيران في الستار الاينس، ومش مصر الطيران بس، ده تركيش ايرلاين ولوفت هانزا وشركات تانية كتير. هما مش دول المفروض منافسين؟ ازاي بيجتمعوا تحت مظلة واحدة؟ بص يا عسلية، الكومباتيتور مش بالضرورة يكون انمي، ماشي؟ هتستفاد ايه هي ايجيبت اير بان هي تكون عضو في الستار الاينس؟ هتفرق معاهم في ايه مثلا؟ هتفرق معاهم في الرياليتي بروجرامز مثلا. انا بستخدم ايجيبت اير اهو، فانا مثلا لو عندي اختيار في مكان تاني ان انا استخدم تركيش ايرلاين او استخدم مكان تاني، ان انا استخدم تركيش ايرلاين عشان استفاد بالنقط اللي انا جمعتها مع ايجيبت اير. فتركيش ايرلاين جالها اندايركت كاستمر فروم ايجيبت اير، وهو اصلا ما كانش هيختار ايجيبت اير. تاني حاجه مثلا الاوبريشنال سايد، بيتعاونوا مثلا مع بعض في اللاجج، مثلا ممكن يبيعوا لبعض، فبرضه ده دخل زياده. كوست ريدكشن مثلا، ازاي مثلا شركات الطيران دي كلها بتشتري مثلا حاجه معينه، يشتروها بالجمله بسعر اقل. النولج شيرنج برضه، بيشيروا التكنولوجي مع بعض، ودي في مجالهم حاجه مهمه جدا جدا. السيرفيس ستاندردز، الستار الاينس مثلا قد يفرض restricted rules for customer service. طب انا يا عم راجل على قد حالي وحلاق ومش عارف ايه، هستخدم حاجات انت اصلا قد تكون بتستخدمها وانت مش واخد بالك. انت مثلا، انت عم احمد الحلاق اهو، وبعديه مثلا بخمس شهور عم محمد الحلاق. طب في بقى عم محمود الحلاق، ده انتوا ما بتطوهوش. فانت وعم احمد الحلاق حبايب، فمثلا بتيجوا تتكلموا مع بعض، ده والله مش عارف، ده في مكنه طالعه جديده حلوه قوي ومن غير سلك وتحطها على الباديه. طب يا عم تعالى نشتريها. طب ايه ده؟ بيقول لك لما تشتري اتنين بتاخد خصم 20%، فما تيجي. فانت كده عملت ايه يا معلم؟ عملت الاينس او تحالف وانت مش واخد بالك. اللي انا قصدي عم يقولوا لك ايه بقى، لو انت عملته وانت واخد بالك هتستفاد منه كتير جدا. فزي ما قلت لك، الكومباتيتورز مش انمي. الكومباتيتورز حطهم في وضعهم الطبيعي ان هم كومباتيتورز. انا ممكن اعمل تحالف مع الكومباتيتورز بتوعي، وهنتعاون بره الكومبيتيشن بتاعتنا. هو ايه بقى الستار الاينس ده؟